أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. ويسلم بيامر دي تردوليرا نقور نشت تنخل دورش دولا حال دي تروي يموخ الله تنالوش دي خدو هنسا سليمان بيامر انسان ديغت زير خود يغدو ويا ديتوش تقعد إن شاء الله. فتنة سليمان بالجسد الملقى على كرسيه كرسي غاتو اللي ترون خلاتر لويز تيجي تنحلقة واحد اللي ندولش دول ديغدقه. أخبرنا الله أنه فتن سليمان عليه السلام كما فتن أباه داود من قبله. الله دا قرآن شحا سليمان بيامر زين أردوش دوان تنحلقة تن داود زي اختر داود زيرا شيء قوسا بوحشوا الملك خلاي شيء أدمي سورة عدادا إذا وديتسا شك دي الله إذا الله دير سبحانه وتعالى سنة هدوان على تشي بيمر دار شاباك تنبولجير لانش زير. وأما فتنة سليمان فكانت بإلقاء جسد على كرسيه. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقاه على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان بيمر زير شابو غدار وألقينا على كرسيه جسدا تنحلقة اتغات الديغ واحق سرت ثم أناب سلطي احتو بادنا الله ديلي شين جاتش در ديغا شين تعني دوش دولش دول بتش حلقة ديخاتوا ملك власть مصوهم رشوة الله والدير سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب. الوهاب باوتي ويديتنا إذا دير تشرح ساتيو. المراد بالفتنة الفتنة فتنة إرشتون رؤش دقا ابتلاء والامتحان زيردو. ومعلوم أن الله يبتلي ويمتحن من شاء من خلقه بما شاء. الله دار سبحانه وتعالى شي خلقه شين لؤك شين لؤشن تخيزوه. ومنهم من يعرف حكمة الابتلاء ويحسن فهمه والتعامل معه فينجح في الامتحان. الله دار زيوش بالليش شازيني خيئة شازير بعن خيئة تنت دولش دول حلها موخل دي زاخي أطولا بوقت أيات شقولزة. ومنهم من يعمى قلبه عن ذلك فيخفق فيه. كوي جبار زيخ ولي يخفق بروالي وتبوق دوك شق سوالقس. وأشد ناس بلاء الأنبياء أقرج أوزو يشبش وما أرى باي مشبوط تغسول تاعها أقرب الناس إلى الله أقر دال جارق بيقو وأعرفهم بالله ديل دوك ويزقو وكلهم يدرك حكمة الابتلاء مسوء شش الله ديل يرى زيش ويغوش بوش. ويحسن التعامل مع الفتنة ويواجهها بصبر واحتساب. صبر ياخل لي الله ديل يشينا يال يسات ويش صبر ياخل وش ضخ كوبا ولي الله ديل يبيرزوش. لما فتن الله داود عليه السلام داود زين شينا عرف حقيقة قصة الملكين أقبل على الله فورا فاستغفره. أي ديلي جاتشدر دي حقت وش ينسيخ. وظن داود أن ما فتناه أي داودا خير شازيني فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لا إزديد سنوي. ولما فتن الله سليمان زيد شيناحا أقبل عليه وأناب إليه. الله يورز الله جاتشدر دي حقت ودعا وتضرع بين يديه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. يعني توباد ثم أناب أي ثم رجع إلى الله. الله ديلي ورزنا الله ديلي شين جاتش درتي غرتوا حقا ويسمو ييش دقا حرص الآيات على وصف النبيين الكريمين بالإنابة إلى الله. الآيات كحا وين داود بيمر يوتشيناحا سليمان بيمر يوتشيناحا ترشنا الذكر دول صفات ديلي ورش خلر ديلي يشتر ديوش خلر توب ديش خلر
وخر راكعا وأناب ثم أناب ألا داود يتشينح سليمان يتشينح أي ذا الأيدي إنه أواب ألا داود يتشينح نعم العبد إنه أواب ألا سليمان بامر يتشينح ألا نعم العبد إنه الديك لا وإذا إنه أواب أي رجع إلى الله ديلي ورش توب ديش وإسال شيء داود بامري اشت سليمان بامر عليه السلام أواب منيب الله ديلي ورش وقشي رفض الإسرائيليات في فتنة سليمان سليمان بامر زيش وين تفسير شكاحة كان إسرائيليات شو ويرجين دول درجين دون دعا هرجين إسرائيليات تيوش لرلوش حوغ شو هرجين يازنك تلقية تنبولتنا ضغير لا يووت شو اسم إن توقع حق إظهار قصة دودش حقين إسرائيليات شو شقو حقيو جنيس يوتيخو إيش حقيو توانش فكيف كانت فتنة سليمان بايمري فتن إزير موخلة وما هو الجسد الذي ألقاه الله على كرسيه حلقة واحد سندلوش دول ديغ خود يغدو ننبه ونحذر بوصو هو يسمو يتريو لردوية من الإسرائيليات المكذوبة الباطلة خارتسا يولوشول تفسير كاين يولوشول وين بقى يولوشول إسرائيليات شيئا يولوشول التي تحدثت طويلا عن فتنة سليمان سليمان بايمر زير دوتش سييق يحكنوش وعن الجسد الملقى على كرسيه سنعرى واقع سندروش دول ديغ فهي تتهم النبي سليمان تهما باطلة فاجرة أي تا بايمر دوخش دول هم ثاني سليمان بيخوش عليه السلام ليحكن إسرائيليات جكتشكر وخلاصتها دوت وإشارة أن سليمان وافق امرأته الكافرة على الكفر بالله وصنع لها صنما في قصره لتعبده من دون الله أي تنا كرستي يلش زودا خلا زودر شوح إذا تنا اتشي دوريت شوحة عبادة دتوين خلا سؤال لا إسرائيليات شو بيمرز دوغ شو ما ذات إز نيسو ما ذات إز إبا عندلوش زير إز على الله دال بيقام بيرتون الله نكزاني يرتون والعياذ بالله دال دور وكان يحكم الجن والشياطين بخاتمه السحري الجن شنا حكم دركال يردوت يعني واستو وتر تنا تاع مغر خلا بوزبون تشليل واش مغر خلا لا إز مغر تاني دورت وإزال بس مغر عادي على شو ما دلور دوتش كيف بردوي والعياذ بالله إذا نيستات فأذن الله للشيطان المارد أن يتزيى بزيه فأخذ الخاتم منه ذاك شيطان دال بورب دلا سليمان بايمر تر دلا سليمان بايمر ديغري مغر عادي قنا سليمان متر حكم دير شيطان الا اسرائيل شو دلجي تاع بوخ بوتش يدين سنيسي دوتش دلا امجدو دلا حات هذا جينش كعكر دوقوان جديدن تعول شو إسرائيلية شو أول بيلغل يوخنيس يات أول ديوتش تعول شو بيلغل سيوخش اشتحقد يعدتس دلا إذا القية تمتعيل من أخا بوخ بيج خدو بوخ بوزر خدو وين يازن تحق عجينش دو تاريخ مثلا الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير إلا محمد شهبة بوغشا مصرير وما تسون إذا تعالم تجوه وال شو إذا سون هاغية الله أعلم إسرائيليات موضوعات بوخبوش دول يقعد ياخدلوش دولهمش تفسيرش قاعد يحكن دول إيش بيلقى دوغش يازن جين دوئس ديك جينا دوئس ديش لوچن ونحن باخوك وتندير ونحن لا نجيز تفسير كتاب الله بهذه الأكاذيب والافتراءات ويا تمقدو بوصو الله دير والشهر سندرش الخرط كامير ثاني تفسير ده ونقرر وجوب تبرئة سليمان عليه السلام منها اشت اسندر خرط ونشخاء سليمان باي مرة تنخلر ستي احسن بوي باتو واجب دوين باتو لا قصة رواية وين بخاري سيتنا قصة شاموخ البخاري سيتنا اس
وأمامنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فتنة سليمان عليه السلام والجسد الملقى على كرسيه. وين حلقة بخاري حديث ده. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بوارز ديزنار مسلم حديث دوار أبو هريرة يقرأ فيمر الله قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. وإنما خأر سليمان فيما الرجل جهاد خلا جهاد دا مغازو تأخير تقويس يتول حلقة ويقور شيوت شينا حق شغازو تنكيش خلا الذي تروي حق حق سليمان فيما بنتوي شريعة حا وهي أن الله يوم يسوي مكشيات وين انت هر دولش دول حل ودوش دقة إذا معجزته تويست حنجي أدمي قدلور دولشو مش دات وش دلع سليمان دال بلبولش بونيتس بويس سو هوك تحن بيوسنا شيء كوزتا إت زوجنت وروشابو هور موشينا ديني أحد جهاد داش مجاهد دنيا جو وقروشين الخلاتوا دلع إن شاء الله قالت دلقتن ده لا مشي إلا أما ديل يقبل ديت دلتن تنا وستو آلا لتن دق دقيتن تن دلعتن ديت دلقت لقتو إس تن در بيامر صلى الله عليه وسلم لو قالها تؤل حاري لجاهدوا في سبيل الله ديلني أحا راح يوكش جهاد داشا تنا هندي الحديث بعلادو ديست ألادو قوز طئت ألادو ما ست رواية هقن بع مجاهد الوقت دعوة وجهاد داش خان يلج استيستنا. وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان من داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحملهن إلا امرأة واحدة تحنزو تشوبة يا دنيا شو دوز الخوت سواقا إذا سقط ولا شيء ولا ولا شيء أخ تديار بيتسخر الله إدي أعدقوا زعلوا إيش ديك جسد ده دي أعدقوا زعلوا إيش ديك إدي ثاني سنة دين درست الفتن اشتهى الحديث ما ست رواية حياة لنا قوة كيش رواية فقال له الملك دوي داد أن تو إلر سليمان بيامريجا إن شاء الله قال لقى مليك دو فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان أخ أدم. قال النبي لو قال إن شاء الله لم يحنث إن شاء الله اللي عري دوي قال بن خرباتر أي مسارة تنحشت قوت شاخل غردر وكان أرجى لحاجته يعني. والله تعالى أعلم. دقيهن زهور هذه الشاشة واحدة دوت ويا فقال نبي الله بوصف لو كان سليمان استثنى ويبايمر دوج دوار سليمان بايمر إن شاء الله ألا عاري لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هو رزتشو دوز الخوخ الله تنا ديلني أعقاح يوكش مجاهد دنيا نشوفها كان في الورد سنال. لقد أورد الإمام البخاري 6 روايات متفاوتة قليلا لهذا الحديث. يلخ روايته يلخ حديثه يلخ روايته وكتان حديثي يلخ كيف حدا لندهر في كتاب الجهاد نتاع هو بخاري كتاب جهاد يوش دا عضوتنا أحاديث الأنبياء بيمرش أحاديث ديوش دا عضوتنا ووهبنا لداود سليمان نعم عبد إنه أواب وشأت آيات ديوش وحدا لنتو إذا إشتا كتاب نكاح زديال ديوش وحدا لنتو إذا دوي بقر ديوش وحدا لنتو إذا طيب نداق واشكا حدا حديث دوي تسمع حدا دبورخ رواياتيات يلخ رواياتيات إذا دلع طيب نداق واشكا توحيد دوي وحي كفارات الأيمان دوي بيتش كفارة مودل ديز دوي بقر مودو نكاح يتشو حدا دويش هون ديلا هور بابيه هور داق أنيه دوغش حديث دويس
لقد أحببنا أن نضع أمام القراء الكرام روايات البخاري 6 لهذه الحادثة ليدركوا أهمية جمع هر كوارتم هذا شو كوارتم دوار طبعا كي جانا غادي يشوم دوار يجي رواية عيالنا تقول لي وعي لإرشين مش عيالنا ال بوخوك وهند لإرتن الشيء ليدركوا أهمية جمع الروايات الصحيحة المختلفة للحادثة الواحدة. تعنهم مسيت رواية حديثية أن يلاحا مسيح كيبر دي أن يلاحا أجدر يتحن قول ده ديش كورت خلر توست تحن حديثية حاجة حكم دلية أجدر يحاقول دينا إيش حاقول دين شو تحتنا بولش بوكيتنا بوحا حكم ده ديش ديك تندير الله أحمد بن حنبل سدير رئيس خلت حديث قول زدق الله تو حاول حديث كيتر واتسون تحن تيمن دوش مسيت حديث هول أجدر يقول ده ديزة تنه نيس كيتر بتستوليني تن أبشي نيس خليت الحموي يو بقى قوة توجيه طوافه على 100 مرة في ليلة إلشا انت إز ديخ تدوش ودوت إلشا إز تحن بيوسنا بعزد مثلا غوروشا آذر إذا وما آذر معجزة تقز الله دالا سنة كيتشون دلور دوش كان غورسي زباش دوش دون معجزة إعجاز بوغ تشود أول سنة غير سمات تاعها إز دالة بلبرش بالله نيتس بوئس ثاني وحا اشتا ليش خلا تنا وشتناش مرش بش خلا وتوجيه نسيانه أن يقول إن شاء الله أتشاء أما إن شاء الله ألديت سندلر قد تنقر دلق بيما نام ديستلي صلى الله عليه وسلم بيما ريغا خيتر دين جينا سورة الكهف جوا خيتش سورة عدوز يا روحها سخلت خيتنا سورة الكهف هذا يحدث آية تقوى شدوء إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعلم أحتعنا هم أسقان هذه دوم آلة إن شاء الله تقول شاء فيمر عليه الصلاة والسلام خاتر توش تبيها كان جناعة كان جواب لدوش آلة إن شاء الله تقولش قيت ديني شنكرني ديالتنا وحي تصدقش إذ دقوق هدق لما قال سليمان عليه السلام لا أطوفن اليوم على 100 امرأة بعزتشن تورشة عن بيوسن إلتشا كل واحدة تلد غلاما هو الرموشينا ديرني أحقابي وقدر جهاد دي الدولشة مجاهد دنيا نشوه وقروه قال له الملك ملك إيلرسنج قل إن شاء الله إن شاء الله آلاح وهذا يدل على أنه لما قال كلامه السابق كان معه ملك من الملائكة ناتشت إقامة دتشينا حتى إنسان ملك الله والأنبياء يلتقون مع الملائكة باستمرار ما بيمر ملائكة شوشة كيتر خلوش الله تسير فالملك دعا سليمان عليه السلام إلى أن يقول إن شاء الله ومعنى هذا أن يربط الأمر ويعلقه بمشيئة الله فإن شاء الله آل الهدو حون دو اشدر محون لا ام تخرج ذاتي الله دير لا ام تسيبي تندير دير لا ام تخاني خوتي يشتو اعدي دبو اشدرهم ده لا اخر دوكز ارض يزها فاذا شاء الله ذلك الامر او اراده تحقق ووجد في عالم الواقع الله ذا ليكز خير دو اسبوع تسليك ذاتكس وما سليمان عليه السلام الا سبب فقط هم خيل بعن شبعن بيمدات سليمان بيمر عليه السلام وإذا لم يشاء الله الأمر ولم يرده لم يتحقق الله سلا أحشق ذي يدرشهم ذاتس ولو أراد سليمان ذلك وبذل جهده فيه سليمان بيمر لا لأنه مرجع وقعك شيء الله دا سلا أحشق ذي يدرشهم ذاتس والملك لما طلب من سليمان أن يستثني وأن يقول إن شاء الله إنما يذكره بهذه الحقيقة الإيمانية الاعتقادية إن شاء الله سليمان بايمري دقدو اتشيناحا إذا عقيدة دوزهم دو إن شاء الله آلر يحي بوغ ديل يبلر ديل أمتيبا هم خير دوتي خائرة حايمانتي حاي اعتقاد عدق تيشمز دوزهم دو إدو ملك السندق دايتنك دلح ولكن سليمان على النسية دي تتلقتن أن يقول إن شاء الله
رغم تذكير الملك له بذلك ملك هذا أنتم دقدقة تنشع دتستلقتن ونسيانه أن يقول إن شاء الله لا يطعن في نبوته تندتس دلرا تن بيغمر الله زيادة شو ما دعت صنبوته دتس أدمي بيغمر شي بيغمر خلر دو أدم دول أهويتن человеческий часть بشرية مظاهر من مظاهر بشرية فلا ضير عليه في ذلك بل هذا مظهر من مظاهر بشريته الذي يؤكد نبوته بيغمر خلر جعد شو ما دويته فما هو إلا بشر رسول دار وقت قيلا نشوز أدم دقس يعتريه ما يعتري البشر من أعراض أدمن خلش دول خلقتن شالله مطلة حقله مما يتعارض مع النبوة فقد يحزن سمع يدول غير يخل تونش خل كادله ويتصله دقادوخ النسيان قد يصيب الرسل في غير رسالة والتبليغ ده لدقائق دي ده قال دولهم ده بيتصور باتش اما وش ثم ده بيت بالرخاء اذا طبيعي هم ده ابوچنهم ده وهذا ما حصل مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيوم الناخر ليس عندما ويديسنك دقز سأله مشرك قريش أسئلة حول أصحاب الكهف وذي القرنين والروح يقوخات تلتون ديرتش يناح بشير شو آخر لشي ذو القرنين حقاحي يروح سنة لأتا فقال لهم أجيبكم غدا ألت شاكان جواب بردوشان ونسي أن يقول إن شاء الله سألكته تندي سورة الكهف جوحا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ألا آية عدائن دوئس يوديتر على هذا الأساس نفهم نسيان السلم إيش تكيتكو سلمة بيماريوت ولر إذا إيش كانت عيلي وين إي بروبليما العيلي وين فتنته بالمولود المشوه الميت على كرسيه إذا حدوين ويدول النجاة جسد إدياغ خدياضو دقوي ومع ذلك أراد الله أن يريه آية هتي ألا دال لا سليمان بيمرنا تبلغلو جيت لأكتن آية وأن يعطيه درسا تنورة كلالي أتن فلما طاف على 100 امرأة وعاشرهن كلهن في ليلة إذ بعزوا تشكوا رتشيناح كان ينتظر أن يكون له 100 ولد شيء بعد دوز الخوروء لدو يشوئس جهادا اشكاتشبه دلح فلم تحمل من 100 إلا امرأة واحدة تحزوا تشو بيا تعبي دوز الخوروء تغرله ويا ليتها حملت جنينا متكاملا دلح الدنيا شو دورش أدم قاتشن برش دوزن أدم زغرله لقد قدر الله دال أن يكون جنينا ناقصا مشوها إيشن برش ما سقط يدقوي فلما وضعته نزل منها ميتا فل دنيا نشوف الله استعوضه ديني ورش سبع الله اس أخ أدم دقس وعلق رسولنا على ذلك بأن سليمان لو قال إن شاء الله إذ ويديتنا إن شاء الله سؤال لعري دال إذ بع دوز الخو بالخذ ورتون ديلني أحقه شال هذه هي فتنة سليمان إدق الله دار سليمان بيمر زين درشتلهم جسد دخلوا أشدق ولقد فتنا سليمان بوغ امتحان سليمان امتحنا سليمان وابتليناه بأن جعلناه ينسى أن يقول إن شاء الله أي ابتلاء إزير إن شاء الله آت ديتس دلر وابتليناه بعدم تحقق رغبته تنلوش دي كوتش سدري زينائس بأن يكون له 100 ولد مجاهدين في سبيل الله ديلني عها بع مجاهد قهوكشين خيرو ستيوش والله اتن لا ام كوتش سبينا ذا إن شاء الله تسأل دير إن شاء الله دي تستدر الله دير بوربانستو وابتليناه بابنه المشوه الناقص في رحم امرأته وألقينا على كرسيه جسد إدياغ تنحلغ إدياغ واحكو سرب وغا حاول أن وحول نغلط تنحلغ المراد بالجسد هو شق الإنسان أخ أدم دقس المولود المشوه الناقص الذي نزل من بطن امرأته ميتا دلادل الدنيا شدال درجة البيت دوس ويبدو أنه لما وضعته امرأة ميتا حملوه وودعوه على كرسيه
إي وما ضرت عاخا وعوي لنسارس. ونظر سليمان عليه السلام إلى الجسد المشوه الملقى على كرسي وعرف أنه امتحان. ده لحق سلمان بايمر موي إذا حاجة الله ديلي يدويخي دار شازيوش ويخي ديلي شين جاتش تدي خاكتوا تدي أختها قد نقل قد إنما ذاتي تو ده لحق بايمر شا خلاف الأولادين دولشترم دي غولي دولشولا قادو جدين دولهم أنا جاتش تدي وشمانيت ورضي بقدره واستسلم لقضائه وذكر الله واستغفر ديل دقا بين ديل شنجاش تدي خطوة ودعاه وتضرع إليه وبذلك نجح في الامتحان واستفاد من الابتلاء. اتستيح تشقي الله فتن حسن تلطي عيوه شولتيما تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام هرات عيوش ريبو وشور صدر خاني والشو الخيط صنوين خيط يوم دلع سنديرها متى أساس وريوها إن شاء الله يغور وكيا ويشرحم ده التوبويل ده اللي كان سبيكم بويل